مش هنختلف على الاسم، سواء بقى اسمها ملبن، جزرية، الدومية، بجد خطيرة. ايا كان اسمها هتعمليها في البيت. شايفين الحلاوة بتاعتها والطراوة والكمية بتاعتها خطيرة، والطعم كمان يجنن وبدون الوان صناعية. ولو مش حابة تحطي فيها جيلاتين، هنلغي كمان معلقة الجيلاتين. ازاي؟ هقولك. شايفين كأنك حاطة الوان، بس بجد هنحط فيها حاجة هتخلي كمان طعمها كده هينقلها في حتة تانية، زي المحلات الكبيرة. شايفين الطراوة بتاعتها؟ وفي دقايق هتكوني محضراها. عايزه اقول لكم ان طعمها خطير، ريحتها هتجنن. الناس كمان اللي بتحب البلبن هتعمله في البيت، واتحداكي مش هتشتريه من بره تاني. بجد وصفه سهله وبسيطه. قبل ما ابتدي الوصفه احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي اميره داوود، دي القناه بتاعتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. نقول كده بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بجيب طاسه او كسرولة، بحط فيها كوبايه ونص من السكر، ممكن تستخدمي سكر التموين عادي جدا، وبضيف عليها كوبايه ونص من الميه وما بلمسهمش تماما. اول ما بيبتدوا يغلوا ببتدي ان انا بقى اضيف عليهم عصره نص ليمونه وربع معلقه صغيره من الملح. اول ما بحط بقى الملح وبحط عصره الليمونه بديها تقليبه كده، واسيبها على النار لمده 5 دقايق تغلي. عقبال كده ما تغلي ال5 دقايق بجيب ماده الربط. بقى عندي 3 معالق كبار من النشا، وبحط عليهم باكت من جيلي الفراوله، بينقلوا في حته تانية خالص. ده اللون بتاعنا اللي هيديني لون الجزريه او الملبن اللي احنا بنشتريه من بره. هقلبهم كويس جدا. ولو مش عايزه تحطي جيلاتين، انا لسه ما حطيتش خطوه الجيلاتين. بتضيفي باكيتين من جيلي الفراوله. بقلب المكونات على بعض كده، وابتدي ان انا اقلب بقى على نار متوسطه، تقليب مستمر لحد لما تربط معايا. بفضل بسيبها على نار قد ايه؟ على نار متوسطه. بسيبها تقريبا 15 دقيقه على نار متوسطه. ما بين كده كل دقيقه والتانيه بتيجي تقلبيها كده تقليبه، وهكذا لحد لما بتبتدي تربط معايا. بعرف ان بقت تمام كده قبل ما احط السوداني. ببتدي ان انا اجيب كده ميه، بس مش في الخطوه دي، هقول لك تعملي ايه. ببتدي ان انا اجيب بقى معلقه الجيلاتين عليهم ربع كوبايه من الميه. قلت لك لو انت مش عايزه ريحه الجيلاتين تماما، بتضيفي باكيتين من الجيلاتين في جيلي الفراوله، مش باكيت واحد. وبعد ما بيدوبوا ببتدي ان انا، او كريستالات الجيلاتين تدوب، ببتدي ان انا بضيفها بعد 15 دقيقه. ببتدي ان انا اضيفها كده على الملبن بتاعي واقلبه. بقى بفضل اقلب فيها كده لمده برضو 10 دقايق. بعد الجيلاتين بفضل اقلب لحد 10 دقايق على نار متوسطه. بعد ما حطيت الجيلاتين بعدها ب10 دقايق برضو بتقليب مستمر، بضيف بقى كوبايه السوداني، وبديها تقليبه كده لمده دقيقه، وبعد كده بطفي النار. بجيب بقى القالب بتاعي، قالب بيكون صغير، بدهنه ماده دهنيه زيت، وبعد كده بحط كيس التلاجة، بدهن الكيس برضو زيت كويس جدا، وابتدي ان انا افرد عليها الملبن او الجزريه كده بكل سهوله. شايفين القوام بتاعه بيبقى تقيل، ما بيبقاش خفيف. حابه ان انت تختبريه اكتر، بتجيبي كده ميه ساقعه وتحطي فيها كده قطعه صغيره من البلبن ده. لو اتكورت معاكي وبقت طريه، بقت كوره كده طريه، بتبتدي ان انت خلاص تصبيها. بعد كده ببتدي ان انا اسويها زي ما انتم شايفين، وبدهن كده ايدي زيت. وبعد كده ببتدي ان انا انزل الكيسه كده واغطيها كويس جدا. طبعا الكيسه دي كلها مدهونه زيت كويس جدا، وبسيبها تبرد. وبعد كده بتدخلها في التلاجة ليله كامله. ممكن تقعديها ليلتين زي ما انت عاوزه، ممكن تعملي ضعف الكميه وتقعديهم عندك في التلاجة. بجد خطيره. شايفين الليونه بتاعتها وطريه طراوه خطيره، وفي نفس الوقت متماسكه، تقدري ان انت تمسكيها وتتقطع معاكي بكل سهوله. بدهن كده السكينه بتاعتي برضو بدهنها زيت، وابتدي ان انا اقطعها قطع صغيره، قطع كبيره، مربعات على شكل مستطيل، زي ما انت عاوزه تقطعيها. بجد خطيره. بجد مش هتفرقوها عن بره، بالعكس كمان بطعم كده الفراوله وبدون الوان صناعيه. وقلت لك ممكن تستغني خالص كمان عن الجيلاتين. طعمها خطير، ونعمل كل حاجاتنا في البيت. انا بس عايزه اوريكم الطراوه بتاعتها. شايفين الطراوه بتاعتها والتماسك في نفس الوقت؟ خطيره. ولونها يجنن، كانك حاطه حرفيا الوان صناعيه. بجد خطيره، وبطعم الفراوله. وفرحي بيها ولادك، بجد مش هتشتريها من بره تاني. شايفين كل الكميه دي من كوبايه ونص من السكر. الطراوه بتاعتها خطيره. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. ما توحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.